أنا حنيكوس، بصحى كل يوم مبسوط وشغفي وحبي الأفلام اللي مش بتخاطب العوام هو اللي بيصحى. يا رجاله سلام عليكم. لونج تايم نو سي، اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله الكالت. ثانيه واحده بس يا باشا، انزل امون بس لو مش هيضايقك، هنجيب حاجه بس نتفرج عليها. حياتك الكوميديه يلا اللي هنتفرج عليها ونضحك. يا جدعان عايزين نوصل 1000 سبسكرايبر يا جدعان قبل نهايه السنه، فلايك وسبسكرايب. هتعرف تعمل كده يا ابني؟ تعرف تعمل كده؟ اتفضل يلا. السينما من الحاجات اللي عند المصريين دايما مرتبطه بخروجه حلوه. يعني مثلا انت واصحابك لما هتعوزوا ان انتوا تفرتكوا الميزانيه وخلاص هتنزعوا عن نفسكم وكونسيوم القرش اللي ما ينزهش صاحبه، هتعمل ايه؟ تروح على السينما. خارج مع مراتك، صاحبتك، حبيبتك، رفيقتك، هتروح فين؟ يا هتروحوا تاكلوا هتروحوا قلتش حاجه. ولو انت يعني قاعد لوحدك كده وعايز ترفه عن نفسك وتنزه، يا هتروح تاكل يا هتروح انت عرفت. حلو. ليه كل حاجه بقى اتغيرت اخر 15 سنه؟ I tell you, it was perfect. خليني اقول لك الحكايه بدات ازاي. زمان ما كانش فيه حنيكه، كنت بتخرج تتفرج على الفيلم سواء مصري او اجنبي وترجع تحكي للناس عليه. ايه يا ابن الحلال، وورد اوف ماوس. يا راجل تخيل، ده كان في ناس عندها سلام نفسي لدرجه انها تروح تتفرج على فيلم هندي في السينما. الكلام ده في مصر. ما كانش فيه كلمه انا بتفرج على مش عارف ايه وبتفرج على ايه. اللي كان بينزل على التلفزيون او في السينما كنت بتروح تتفرج عليه وخلاص، بمبدأ اللي يتحط لك على الترابيزه تاكله. بالكتير قوي يعني لو الدنيا يعني اتحنيكت قوي كان ناس ممكن تتفرج على عربي وناس ممكن تتفرج على اجنبي. انا مش فاهم ايه العبط بقى اللي حصل بعد كده. الجمهور دلوقتي بقى مختلف خالص عن زمان. ممكن ده يبقى راجع لجودة الافلام اللي بتنتج، بس ده مش موضوعنا، خلينا في موضوعنا. جمهور الافلام دلوقتي بقى متقسم لاقسام كتيره فشخ. يعني عندك مثلا الجمهور اللي بيتفرج على الافلام العربي بس، ربنا يكون في عونهم. والله الدنيا بقت صعبه قوي. علي ربيع بينزل لهم كل سنه بفيلم، بس خلي بالك هي الدنيا كده فتحت شويه. في فتره كده لو فاكرينها، الفتره اللي هي كانت بعد الثوره دي، طلع فيها عبد موته والالماني، افلام السبكي اللي كان بيجيب فيها صفينار وسعد الصغير ومحمود الليثي. لا الفتره دي لازم تتحرق من تاريخ السينما المصريه. الناس دي عامله زي جدك اللي جمال عبد الناصر جه واخد املاكها كلها، اللي هم تلاقيهم كلهم اتجلطوا. اصل من بعد عادل امام وسعيد صالح ومحمود عبد العزيز ونور الشريف والجيل الجديد هنيدي وحلمي ومكي وكريم عبد العزيز والسقا، يعني اتعرض لهم الالماني وعبد موته 8%. بجد فتره صعبه. وفي الجمهور اللي بيتفرج على الافلام الاجنبي بس، ودول اخدوا منحنى تاني خالص. عشاق المازوخيه اللي بالنسبه له انتوا ازاي يا جدعان بتتفرجوا على الافلام المصريه دي يا جدعان؟ ازاي؟ بالنسبه له اي حد بيتكلم لغه مختلفه، اي حد بيتكلم لغه غير العربي بالنسبه له ايه ده يا وده فن يا مان. بالنسبه له اي فيلم اجنبي بيسه في ارض. وما ينفعش تتكلم معاه في السينما عامه. عادي يا ابني، في ناس يعني طبيعيه. اديك قلت طبيعيين، انا هنا ما بتكلمش عن طبيعيين، انا هنا ما بتكلمش عن طبيعيين يا باشا. عشاق تحليل الفريمات. ما ينفعش الفريم يعدي ويبقى عادي كده، لازم الفريم يبقى فيه حاجه العامه والدهماء ما يعرفوش يفهموها، ما يعرفوش يريليتوا ليها. امال هو كده هيفقد نقطه تميزه. هو لو بقى بيتفرج على عربي عادي زيك هو كده هيبقى فين نقطه تميزه؟ هو فين التميز في كده يعني؟ بس دول مش هيبقوا اكتر الناس تميزا وحنكه، لان احنا عندنا جمهور افلام المهرجانات. انت متخيل يا مان؟ متخيل عشان يتفرج هو مربوط بحدث سنوي، لازم يعني زي العيد كده، هو لازم يحصل مهرجان عشان يتعرض فيه الافلام عشان يتفرج. ودول ما تحاولش تتكلم معاهم عامه بره ولا جوه السينما، لان دول هيرشحوا لك افلام اهالي صناع الفيلم نفسه ما يعرفوش ان هم عملوه. شوف قد ايه مغمور. اوف يا برو اوف. ده في حته فيلم اسكتلندي بكرو فرنساوي اتصور في رومانيا، بيتكلم عن معاناه بز رجل لعيب الكره وهو بيعمل ارتو. اثر فيها جدا يا مان جدا. في الناس الجامده اللي بتتفرج على ده وده عادي، ولو الفيلم وحش هيقولوا عليه وحش، ولو فيلم حلو هيقولوا عليه حلو. ودول رجاله طبيعيين ربنا يهديهم ويبارك في مخهم. وده ياخدنا للمرحله اللي بعدها وهي الافلام. احنا مش هنقسم الافلام التقسيمه بتاعت الكاتيجوريز الطبيعيه، كوميدي، دراما، تراجيدي، رعب، غموض. احنا هنقسمها التقسيمه الحقيقيه، التقسيمه اللي دايما بتبقى مخفيه كده. يعني عندك مثلا الافلام اللي بتطلب منك تفصل كابل نافوخ. انت مش مطلوب منك اي حاجه، مطلوب منك تقعد زي الجهاز المطفي بالظبط. هو الراجل بيعمل لك فيلم يقول لك اطفي نافوخك يا معلم. زي مثلا الافلام الكوميدي او الافلام الرعب، هو مديك كول تو اكشن، هتضحك هتترعب
ما فيش اكتر من كده، اي فعل بلس اي ان جي، الراجل مش طالب منك اكتر من كده. في الافلام اللي بتتفرج عليها والفيلم بيطلب منك حبه تركيز وتفكير كده عشان تفهم اللي بيحصل، يعني زي وضع الستاند باي اللي في الويندوز كده، لو شغلت نافوخك شويه هتفهم اللي بيحصل. ممكن نسبه التحنيك تزيد شويه ولكن بنسبه مقبوله، بس لو شغلت دماغك هتفهم. خير مثال على هذا فيلم انترستيلر. شوف هو صعب بس انت لو بصيت كده وقعدت معاه شويه تفهم، ودي حاجه ممتعه جدا عامه. ولكن في افلام مستفزه فشخ بالنسبه لي، الافلام اللي المخرج بيبقى قصدي يبضنك فيها. الافلام بتبقى عايزه ورقه وقلم وتفضل تحلل وترسم دايجرامز عشان تفهم اللي بيحصل. طب ليه؟ هو المخرج عامل فيلم لنفسه، يعني انت كمخرج عامل فيلم لنفسك، انت عايز تفهم الفيلم لوحدك، واحيانا كمان ما بيبقاش فاهمه. الافلام دي بقى بتجذب المازوخيين عاشقي محللي الفريمات، دول بقى بيحسوا ان هم كده جالهم كونتنت، عشان هم اكيد يا معلم مش هيتفرجوا على الافلام الطبيعيه زيهم زي امال هو فين الايدج بتاعهم. هم بقى دي تكيفهم قوي، يعني يقول لك ده ارت يا معايا، ده ارت يا مان، ده فن، ده رساله. ربنا يكون في عونهم والله العظيم، يعني ربنا يهديهم. احد هذه الامثال فيلم تينت، مع انه نفس المخرج كريستوفر نولان، نفس المخرج، ولكن مره تصيب مره بص بقى لما يعوز يتحنيك تضرب منه في وشه. اوبنهايمر عمك يلا، اوبنهايمر عمك. ومع تطور الافلام وكثرتها والانتاجيه المرعبه دي لازم تفتح لنا كونتنت جديد، كونتنت مراجعات الافلام. في الحقيقه عزيزي المشاهد ما اخبيش عليك، انا بحب جدا كونتنت مراجعات الافلام. انا بحب اليوتيوب عامه يا رجاله. اي نعم الدنيا رطرطت شويه وبقوا كتار، ولكن الاوجيز معروفين. استاذ محمود مهدي، الخال الذي لم تقابله، محمود اسماعيل خلاص راحت الانتاجيه بقى بينزل لنا فيديو كل شهر، واحمد كمال بتاع افلام. وبحس ان هم بيعرفوا يعبروا على الحاجه اللي انا كنت حاسسها في الفيلم، او ممكن يكون تشابه اذواق، وببقى عارف مين اللي انا عاوز اتفرج عليه لو انا هروح الفيلم المعين اللي انا هروح. ولكن وانا بعمل ريسيرش لقيت حاجه غريبه جدا، لقيت كونتنت ملخصات افلام. وبجد انا مش فاهم ايه كميه الناس اللي بتتابع حاجه زي دي. يعني حضرتك لو لخصت لي الفيلم انا هعمل ايه؟ يعني حضرتك لخصت الفيلم وحرقته، انا كده استفدت ايه؟ طب ما استمتع انا واروح اتفرج، يعني انا مش فاهم الناس وقعت على دماغها ولا ايه يا جدعان؟ ولكن اكيد المحنكين لازم يشاركوا في التورته، امال مين اللي هيخدم على اخواتهم عاشقي محللي فريمات فيلم تينت؟ مين؟ انا حنياكوس، بصحى كل يوم مبسوط وشغفي حبي الافلام اللي مش بتخاطب العوام هو اللي بيصحي. بصحى كل يوم بنشاط ومفعم بالحيويه. اوعى تفتكر اني وحيد ولا ما عنديش اصحاب، لا انا عندي اصحاب كتيره قوي، وده بسبب تفكيري المعاصر الحضاري. يومي كله نشاط وحيويه، يا ما بلحقش اقعد في البيت، صبح وليل في الشارع، قلما يعني لما تلاقيني قاعد قدام جهاز كمبيوتر. وفي يوم من الايام وانا بتفرج على احد الزملاء اصحاب الحنكه المفرطه وبكتب مقال من مقالاتي اللي هتأثر في تاريخ البشرية، حصل حاجة غريبة جدا. كلمني أحد مخرجي الأفلام اللي حنكتها على أفلامهم وشكرني على مقالي المحنك، وقد إيه ساعد في إنه يترفع، ومن ساعتها هو حالف يموتني من الفرحة زي ما بسطته. واللي بيستفزني فشخ اللي تلاقيه مثلا عامل فيديو ساعة عمال يشرح فيه شوتات الفيلم، ودي كده بسيطة. ده ممكن تلاقي واحد كاتب بوست 30,000 كلمة، كاتب رسالة دكتوراه بيشرح قد ايه الفيلم ده يا جدعان مش معمول للعوام والدهماء، وقد ايه الفيلم ده كان جامد، وبيتكلم عن مش عارفة ايه، ولكن العوام والدهماء مش هيفهموه، احنا المحنكين بس في سين بينا وهنقدر نفهمه. ودول بقى لو عاوز تموتهم وتجلطهم بجد قول لهم ان الفن بتاعهم ده مجرد وسيله ترفيه ليس اكثر ولا اقل، واهرب بعد كده، لان انت كان احسن لك انك تشتمه بامه ولا انك تعمل كده. تعرف ان عباطي كان عنده تشانل يوتيوب بيراجع فيها الافلام والمسلسلات؟ اه والله العظيم، لو عرفت اسمها تبقى سفاح يا اسطى. وانت كمان لو عرفت اسمها اكتب في الكومنتات، اكتب يا اسطى، اكتب. ما تنساش اللايك والسبسكرايب، تمام؟ احنا وصلنا يعني خلاص داخلين على اخر الفيديو، تمام؟ اتفضل يا بيه، اتفضل. ويعني احنا اتكلمنا عن الافلام والكونتنت والجمهور، هنسيب المخرجين والممثلين اكيد لازم ينول لهم الحب جامد. مبدئيا لو انت عايز تبقى ممثل لازم تبقى حافظ شويه جمل بسيطه كده عشان هينفعوك في اي انترفيو قدام. مبدئيا كده اول ما بتقعد
اللوكيشن دايما لازم يبقى حلو. اللوكيشن كان حلو والاجواء كانت مليانه ضحك ودفى، ده في اي لوكيشن مش لوكيشن واحد، كل اللوكيشنات بتبقى كده. في نص الانترفيو بتبتدي تقول كلام مرسل جدا بقى. انا الدور ده كان صعب جدا ونزلت فتره معاشه يا استاذه منى، نزلت فتره معاشه في اياكس عشان اعرف ازاي بيتعاملوا، يعني ازاي البني ادمين الطبيعيين بيتعاملوا، انا بجد ما اعرفش، فاضطريت انزل في الشارع عشان اعرف. ممكن بقى بعد كده تحبش بكلمتين كده، يا فندم احنا كلنا اولاد الشغلانه وكلنا مجتمع واحد وكلنا اصحاب في بعضينا. ما لا مستحيل تلاقي بينا عداوات، مستحيل. ولو حد سألك عن ايه عملك المفضل او مميز ليك، ما ينفعش تفضل حاجه عن حاجه، لان كلهم ولادك، كلهم ولادك. في الخاتمه دايما بقى تقفل عالي. والله يا استاذه منى الناس فاكره شغلانتنا شغلانه سهله، احنا بنطبق باليوم واليومين ومش بنشوف ولادنا. والله دي الستارتر باك بتاعت اي ممثل. عايز تبقى مخرج لازم يبقى عندك ايجو، لازم تبقى شايف اللي قدامك دول شويه ادوات في ايدك انت، ولازم تبقى متعصب فشخ كده، ولازم عندك عقده قياده وتحكم. اقرا يا ابني السكريبت اللي موجود قدامك، احنا هنالف قياده. سلام لو تطلع تقول للجمهور ازاي يتفرجوا على فيلمك، تبقى وصلت لاعلى مراحل المخرجين. والله في النهاية يا رب تكون قضيت وقت لذيذ وقدرت يعني أكون خفف عنك وخليك ترفه ولو بنسبة 1%. واكبر بقى أعلى، اكبر أعلى. كل دي حاجات غرضها الترفيه ليس أكثر ولا أقل. ممكن تعكس صورة واقعية، ممكن ما تعكسش، ممكن تكون حقيقية، ممكن تكون من وحي الخيال، عادي جدا. فما تديهاش أكبر من حجمها وتخليها تشغلك وتليك عن حياتك وتشغلك عن فروضك وبس كده. أنا خلصت، لا خلاص سلام. انت عارف ان كل ده ما كانش في حد ورا الكاميرا، انا كنت بكلم الالتر ايجو بتاعي، عشاق ومحللي فريمات فايت كلاب. روح يا فاضي من هنا، اتفضل يلا يلا.